قصة أنمي القناص. كان هنالك شخص اسمه ألبرت، وكان حلمه أن يصبح صيادا مثل أبيه الذي توفي غرقا. ويقرر ألبرت أن يتعلم الصيد، لكنه لم يكن يعرف الصيد وبقي يصر على أن يتعلم. وبعد إلحاح شديد من ألبرت تقرر والدته أن تعلمه، وذهبا في طريقهما للنهر، ولكن لسوء الحظ بدأت السماء تمطر والرياح تشتد. وفجأة بينما هما يسيران سقطت شجرة على أمه. عندها بدأ ألبرت بالبكاء ولم يكن يستطيع فعل شيء، فقالت له أمه: بني لا تبكي وحقق أحلامك يا صغيري، ولا تحزن إذا افترقنا. وبعدها غادرت والدته الحياة وعاد للبيت مكسورا. وعندها تقرر جدته العجوز أن تعتني به. ومرت السنوات، وبعد أن خرج ألبرت من وحدته يقرر أن يمضي لتحقيق حلمه. وذهب عند النهر وتذكر والده ووالدته، وبدأت الدموع تنزل من عينيه، لكنه ما زال يتذكر كلام والدته: يا بني لا تبكي وحقق أحلامك يا صغيري. وعندها تشجع وبدأ بالصيد، وبعد فترة قصيرة اصطاد سمكة كبيرة وذهب لبيعها في السوق. وكانت المفاجأة بأن السمكة التي اصطادها سمكة نادرة. وفرح ألبرت كثيرا لأنه إذا باعها سوف يشتري منزلا لجدته العجوز. وبالفعل قام ببيعها واشترى منزلا جميلا في أحد القرى البعيدة الهادئة، وكان المنزل بقرب النهر وانتقلوا للعيش فيه. وبعد عدة أيام كان ألبرت يصطاد، وفجأة أتى شخص يدعى كالف ورأى مهارة ألبرت في الصيد. وعندها ذهب وتحدث مع ألبرت وأخبره بأن يشارك في مسابقة الصيد التي تقام كل سنة. ووافق ألبرت وذهب للمشاركة، وبعدها فاز في المسابقة وحصل على المركز الأول. وعندها أصبح محبوبا من قبل الجميع، وتعرف على أصدقاء جدد، وتغيرت حياته للأفضل. لا أحد يدري ما تخبئ له الأيام، ما عليك سوى الصبر وتحمل الآلام والأحزان، لأنك سوف تفرح بالنهاية.